عمرو سعد كده كده هديله براءة عشان بحبه يعني، وحاتم صلاح هحبسه. وانا انور عدلان المحامي. روح اعمل لي شاي. انا جاي هنا اشتغل محامي تحت التمرين ولا فراش تحت التمرين؟ سكرك ايه؟ مظبوط. برضه مش عاوز تفطر يا منصور؟ صعبان عليا يا منصور. بصي، هو المسلسل ممكن الناس تفتكره كوميدي قوي وبتاع وكده فرس يعني، هو فيه ضحك فيه كوميديا، بس هو فيه جزء اجتماعي كده اللي هو فيه قضية بتتناقش. ودايما كنت بسمع كلمة اللي هو انت وكريم لو عملتوا حاجة مع بعض كميتكم مش عارف ايه، وانت وكريم لو فسبحان الله جه الموضوع في المسلسل ده في المتر سمير. انا عامل خاله الصغير، فاللي هو يعتبر من سن بعض. عارفه لما حد يبقى عنده خال صغير كده من سنه وبيلعبوا مع بعض وتلاقيه فجاه بيضرب خاله، وهو لو هو مثلا اضخم منه وبتاع فبيضرب خاله ويقول لخاله كنت بضربك وانا صغير. ولا هو في الحته دي كده هو واكل ورثي، يعني هو اللي واكل ورثي. المتعارف عليه ان الخال هو اللي بياكل ورث العيله كلها، ولا كمان انا طيب يا سمير بس طيبه تاني لا. انا اصلا خريج حقوق على فكره، انا لسان حقوق جامعه عين شمس. كنت بعمل دبلوم في القانون الجنائي بس ما كملتش عشان كان عندي حاجه مثيله المفروض ساعتها في راجل وست ستات وما رحتش الامتحان، ما رحتش اخر ماده يعني كنت انجح فيها اخد دبلومه في القانون الجنائي. بس يعني انا يعني يعتبر انا رجل قانون شويه تمام، بس طبعا اكيد نسيت حاجات، بس فاكر حاجات وفاكر مصطلحات وفاكر قواعد قانونيه او نصوص قانونيه او الحاجات دي يعني كانت دراستي تمام. في حاجات يعني في مصطلحات في حاجات كنت بقول لهم لا يا جماعه دي كذا، دي بتتقال كذا، دي بتبقى كذا، ممكن هنا يمضي على كذا. يعني مش رجل قانون قوي برضه، انا فخمتها شويه بس بحاول اكون يعني عندي اتجاهين يعني. ده انت فعلا قدريه المفتريه. معلش نزل ايدك والله العظيم انا اللي غلطان. تحس ان هو الذنب اللي عمله سمير انور جاي له يطلعه له على عينيه، ان هو دايما مبهدل الدنيا في حاجات كتير ومورط سمير برضه في حاجات كتير. في برضه الاوفيس بوي في المكتب خطير يعني، برضه تحسي ان هو عنده مشكله. وطبعا شريف حسني اللي طالع في هي كيمياء عامل حنوتي وكده مع استاذ محمد عبد العظيم. شريف طالع معانا هو عامل المفروض ان هو كان حرامي وربنا تاب عليه فبقى شاهد زور، فبقى بيشتغل الشغلانه دي. فطبعا لا كوارث في كوارث يعني. حتى كريم بتيجي عليه لحظات المفروض في المشاهد اللي هو سمير يعني غالبا بيبقى بيصوت في الشارع مننا يعني، ومن علاقتنا كلنا والتوريطات اللي بنورطها له يعني. مين اللي فتح لك الملف ده؟ مين؟ الاكل ده اساسا بنبتدي ندندن فيه شويه كده في الكلام وايه قبل البريك ب3 مشاهد مثلا اللي هو ايه النهارده ايه. وكريم برضو اكيل على فكره، كريم بيحب الاكل قوي، وانا برضو اكيل بس مش اكول يعني، بحب اكل لقمه حلوه كده النهارده هاكل كذا. فكريم بيسيب لي نفسه كتير يعني، كريم دايما بيسيب لي نفسه كتير، وانا في عاده ان انا بعرف اجوع الناس. فممكن نبقى لسه مخلصين بريك ولسه الاكل قدامنا وكريم قاعد مثلا بيشرب عصير او بيشرب قهوه ولا حاجه ونبتدي نتكلم عن الاكل تاني. كريم يقول لي حرام عليك والله العظيم جوع. اغرب حاجه طلبتها في البريك مش انا اللي طلبتها، بس هم مره جابوا لنا بريك قالوا بقى بصوا يا جماعه احنا بمناسبه ان رمضان كان رمضان داخل خلاص، قالوا بمناسبه ان رمضان فاضل عليه 3 اقسم بالله فرشوا اللوكيشن فسيخ ورنج، تحس ان احنا في شم النسيم فجأة. وكان يوم الفالنتاين فكان يوم مأساوي يعني طبعا. والمفروض ان احنا كان عندنا 5-6 مشاهد بعد انا الحمد لله كنت خلصت وكلت ومشيت هم بقى قعدوا كملوا. هات ايدك يا ولا وتعالى نجري